السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده بجاهه وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنبدأ إن شاء الله في المحاضرة الأولى لهذا الدرس المهم. من الدروس المهمة والتي ينبغي على طالب المعرفة وطالب الحق دراستها هي نظرية المعرفة. إن شاء الله في هذه الأيام القليلة سنتعرف إلى هذه النظرية أو هذا الدرس، لأنه له مدخل مهم في بناء الرؤية الكونية، والتي على أساسها سوف يكون عندنا أيديولوجية، وبالتالي يكون عندنا سلوك صحيح. لذلك هذا الدرس من الدروس المهمة. نعم، في هذا الدرس سوف نتعرف إلى بعض الأمور المتعلقة فيه. هناك قبل الدخول في أي علم عندنا ما يسمى بالرؤوس الثمانية. هذه الرؤوس الثمانية تبين لنا تعريف العلم، وتبين لنا واضع العلم وموضوع العلم ومبادئ العلم ومسائل العلم والمرتبة من العلم وغاية العلم وأبواب العلم. يعني تعطينا هوية هذا العلم، لأنه إذا تعرف الإنسان على هوية العلم فإنه سوف يعرف الغاية من هذا العلم. نعم، أولا سوف ندخل في اسم العلم. هذا العلم يطلق عليه إما نظرية المعرفة، يعني حينما تسمعون بأنه هذا العلم اسمه كذا، ما هو اسمه؟ اسمه نظرية المعرفة، بعضهم يسميه، والبعض الآخر يسميه علم المعرفة، والذي يطلق عليه باسم الأبستمولوجيا. الأبستمولوجيا اللي هو مصطلح، هذا المصطلح أيضا يشير إلى هذا العلم. فإذا علم المعرفة أو نظرية المعرفة أو الأبستمولوجيا كلها تشير إلى هذا العلم المهم. بالنسبة إلى هذا العلم أيضا، إذا أردنا تعريف هذا العلم فنقول هو، إذا عرفناه بالحد نقول هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمعرفة الإنسانية. احنا عندنا عوارض ذاتية وعندنا عوارض غريبة. العوارض الذاتية يعني التي يدور مدار هذا العلم. يعني مثلا في علم الفلسفة عوارضها الذاتية ما هو أصل الوجود، أصل الوجود. هنا أيضا في علم المعرفة ما هو العوارض الذاتية، يعني ما هو مناط البحث في هذا العلم. هذا مناطه هو المعرفة الإنسانية. هل أن المعرفة الإنسانية أولا هو شيء موجود؟ هذا أولا. هل لها قيمة؟ يعني يمكن أن تفيدني شيئا ما؟ زين. هل هي مطلقة أم نسبية؟ هل هي محدودة أم مطلقة؟ هذا ما نتعرف عليه أين في هذا العلم. طبعا هذا التعريف هو تعريف حدي. احنا قرأنا في المنطق
بأن بعض التعاريف هي تعاريف بالحد والأخرى تعريف بالرسم، فهذا التعريف هو تعريف حدي. أما التعريف الرسمي فنقول بأنه هو العلم الذي يبحث عن قيمة المعرفة وعن أدوات المعرفة وحجية هذه الأدوات وحدود هذه الأدوات. يعني لأن البعض حاول أن ينكر أي قيمة للمعرفة، يقول بأنه لا توجد قيمة للمعرفة وأن هذا ما نراه مجرد أوهام. والبعض الآخر مثلا حصر أدوات المعرفة بأمور خاصة مثل المعرفة الحسية والتجربة، فلم يرى أي شيء خارج هذه الأداة. يعني لم يعترف لا بالعقل، لم يعترف بالوحي، لم يعترف بالكشف والشهود وغيرها. وبعضها مثلا لا يعطي حجية لتلك الأدوات، وبعضها يجعل هذه الأدوات لها مطلق الحجية، يعني أنها لها حجة، وهذه الحجة ماذا؟ هذه الحجة مطلقة في كل شيء. لذلك نحن ندرس هذا العلم حتى نتعلم أن هل مثلا المنام هل هو حجة أم لا؟ هل العقل حجة أم لا؟ هل الحس حجة أم لا؟ هل التجربة حجة أم لا؟ هل مثلا الوحي حجة أم لا؟ هذه كلها نبحثها في هذا العلم. إذن فهو علم مهم ومفيد، لأنه يبين لي هذه حجية هذه الأدوات، ويبين لي أن مثلا الحس هل هو حجة مطلقا أم لا؟ هو حجة في الأمور المحسوسة، يعني الأمور المادية التي يمكن أن نحس بها. لأن البعض مثلا ماذا يقول؟ يقول بأنه لا يوجد عندنا أداة إلا الحس. يعني كيف؟ يعني يقول كل أداة غير الحس لا يمكن أن أعترف بها. فيقول مثلا أنه أنا حينما أذهب إلى مثلا في بعض الأحيان حينما نريد أن ننظر هل أن هناك أمور مجردة أم لا، فيقول هنا لابد لنا من أي شيء، من عرضها على الحس. هل الحس يقبل هذه الأمور أم لا؟ إذا قبلها فهي حجة، وإذا لم يقبلها فهي غير حجة. ولكن كما أشرنا بأن هذا هو غير صحيح، كما سيأتي إن شاء الله في هذا العلم. إذن تعريف العلم صار واضحا. نعم. الآن بالنسبة إلى موضوع علم المعرفة، يعني ما هو موضوع علم المعرفة؟ إن شاء الله الصوت واضح؟ صوت واضح إن شاء الله؟ نعم، جيد. الآن موضوع علم المعرفة، موضوع علم المعرفة هو يبين لي من خلال أنه أبين أن المعرفة وتقسيمات المعرفة. ما أدري البرزنتيشن واضح عندكم أم لا؟ أكو باوربوينت غير واضح أم واضح؟ إذن خلي نرجع حتى تبين هذه الأمور وتصير واضحة للجميع إن شاء الله. شوفوا هاي الرؤوس الثمانية، هذه الرؤوس الثمانية اللي بينا بأنها هي اللي نبحث عنها في كل علم: تعريف العلم، واضع العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، مرتبة العلم، الغاية، وأبواب العلم. يعني نتعرف على هذا العلم. نعم. فبينا بأن اسم علم معرفة هو إما نظرية المعرفة
أو علم المعرفة أو الأبستمولوجيا. وبينا أيضا بأن تعريف علم المعرفة تعريفه بالحد هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمعرفة الإنسانية. من أي شيء يمكنني أن نعم، من أي شيء يمكنني التعرف على المعرفة الإنسانية. وبينا بأنه هو العلم الذي يبحث عن قيمة المعرفة وأدواتها، يعني أدوات المعرفة وحجية تلك الأدوات وحدودها. هذا كله في تعريف العلم. ثم بعد ذلك أيضا بينا أنه موضوع علم المعرفة. ما هو موضوع علم المعرفة؟ وقلنا بأن المعرفة حينما نريد أن نتعرف عليها فهناك تقسيمات لها. أولا المعرفة، ما هي المعرفة؟ الإدراك. يعني حينما أقول معرفة أقول هو الإدراك الذي يحصل لدى الإنسان. زين، هذا الإدراك الذي يحصل إلى الإنسان شنو معنى؟ يعني أنا لم أكن أتعرف إلى شيء فتعرفت عليه، يعني هذا الشيء لم يكن واضحا لي فوضح لي. هذا نسميه انكشاف الشيء لدى المدرك بنحو من الأنحاء. يعني إما أنه ينكشف بصورته، إما ينكشف بصوته، إما ينكشف مثلا برائحته أو بملمسه أو غير ذلك. المهم هو انكشاف، فهذا نسميه الإدراك. زين، إذا أردنا أن نتعرف إلى مراتب الإدراك عند الإنسان، شوفوا الإنسان وغيره من الحيوانات فيها نوع من الاشتراك. يعني مراتب الإدراك عند الإنسان وعند العجماوات فيها نوع من الاشتراك. مثلا الآن الإدراك الحسي. ما هو الإدراك الحسي؟ هو الإدراك الذي يأتينا عن طريق الحواس. أنا الإنسان عنده حواس، هذه الحواس هي الحواس اللي هي موجودة، واللي كما قلنا اللي يفقد حس فإنه سوف يفقد العلم الخاص بتلك الحاسة. يعني مثلا الإنسان الذي ليس عنده بصر هذا لا يستطيع أن يدرك الأشكال ولا الألوان ولا غير ذلك. فالإنبوت أو المدركات التي تأتيه من هذه الحاسة سوف تفقد. لذلك يقول الحكماء من فقد حسا فقد علما. اللي ما يشتم مثلا لا يستطيع أن يتعرف إلى المحسوسات التي تدرك بواسطة الشم، مثل رائحة العطور، الورد، غيرها من الأمور. كذلك بالنسبة إلى الذوق، فهذا الإدراك الحسي هو الذي يأتي للإنسان عن طريق الحواس. سؤال: هل هذا الإدراك هو خاص بالإنسان؟ لا، بل هو أضعف الموجودات أين بالنسبة إلى هذا الإدراك. يعني نلاحظ بأنه مثلا البصر، هناك الكثير من الحيوانات أقوى من الإنسان في هذه المسألة. السمع أيضا كذلك، الشم أيضا كذلك، اللمس أيضا كذلك، التذوق أيضا كذلك. فإذا هذا إذا أردنا أن نضع رتبة الإنسان في الإدراك الحسي فإنه سوف يكون في الأخير أو لا يكون في الأول. زين، هذا الإدراك نسميه الإدراك الحسي. الإدراك الخيالي كما أشرنا سابقا بأنه الإدراك الخيالي هو حينما يكون الإنسان قد تعرف إلى المدرك
بالحواس، ولكن انقطعت الحاسة. يعني أنا مثلا شاهدت أحد الأخوة في سفري، هذا تعرفت عليه، زين، لما أنا تعرفت عليه بأي صورة؟ بواسطة مثلا النظر، فأنا تعرفت عليه بواسطة حاسة البصر مثلا. زين، لما أغلقت عيني وصورته ما زالت في بالي، هذا نسميه إدراك خيالي. طبعا أكو فرق بين الإدراك الخيالي والمتخيل. المتخيل الإنسان عنده نوع من أي شيء من المركز، هذا المركز مثل الهارد، المعلومات اللي يأخذها عن طريق الحواس وين يخزنها؟ يخزنها في هذا الهارد. هذا الهارد في بعض الأحيان يركب بين هذه الصور التي حصلت عنده، فيأتي بحصان ويضم إليه جناح مثلا، ويضم إليه قرنين، فيشكل فد موجود. هذا متخيل وليس خيال، لأن أدري راح يصير هذا السؤال. الخيال شنو؟ الخيال هو إدراك، هذا الإدراك يتوقف على الإدراك الحسي. يعني الإنسان الذي أدرك بالحس الصور لما تكون موجودة عنده مع المشاهدة ومع الحس، حينما تقطع نفسه عن هذه الحاسة فإنه سوف يبقى عنده، هذا نسميه الخيال. واللي بواسطة هذا الإدراك الخيالي يمكننا من أي شيء؟ من التعرف إلى الأشخاص. أنت شخص شايفه قبل سنتين، زين، أنت لو ما عندك هاي المسألة الإدراك الخيالي ما تعرفت عليه، ففائدة مهمة جدا. طبعا هذه قوة موجودة عند الإنسان، وفي بعض الأحيان قد تضعف لوجود مثلا خلل، لذلك الإنسان مثلا يصاب بالزهايمر، فلا يتذكر الأمور الموجودة حاليا، أو يعني الشخص إجا سلم عليه ما يعرفه ولكن يتذكر السابق. فإذا هذا إدراك خيالي. زين، سؤال: هل أن الإنسان أقوى من الحيوان في الإدراك الخيالي أم لا؟ قل لا. أيضا الحيوان في بعض الأحيان له قوة إدراك خيالي أقوى من الإنسان. لذلك مثلا الآن بعض الطيور إذا تتركها من مكان ترجع إلى مكانها الأصلي، مثل الحمام الآن أو الزاجل، اللي يحبون الطيور يعرفون هاي المسألة. تتركه بعد 300 كيلومتر هو يرجع إلى نفس المكان الذي كان فيه. أو مثلا الآن بعض الحيوانات التي تهاجر أيضا ترجع إلى نفس المكان الذي هاجرت منه. إذن الإدراك الأول الإدراك الحسي، الإنسان ليس قوي فيه أو ليس من أقوى الإدراكات. والإدراك الخيالي، إدراك الخيالي أيضا ليس الإنسان مقدم فيه. زين، الإدراك الوهمي، مو قوة الوهم، إحنا ذكرنا هذه المسألة. الإدراك الوهمي يعني يدرك المعاني الجزئية، يعني حب الأبوين، بغض العدو. هذه أيضا ماذا؟ يشارك الإنسان أو يشارك الحيوان الإنسان في هذه المسألة. فنلاحظ مثلا أن بعض الحيوانات، الحمد لله، بعض الحيوانات حينما تنظر إلى مثلا الغزال، حينما تنظر إلى الأسد فإنها تفر. لماذا؟ لأنها تدرك بأن هناك خطر. هاي معنى مو محسوس. شوفوا، الأول إدراك حسي، هذا كان محسوس. الإدراك الخيالي أيضا حس باعتباره صورة حسية. أما هنا انتقلنا من إدراك الصور إلى إدراك معنى، هذا معنى نسميه الإدراك الوهمي، واللي موجود الآن حتى عند الإنسان. طفل صغير لاحظ أنه لما يشوف أمه يرتاح، لما يشوف مثلا أبوه يرتاح، لما مثلا يشوف فد واحد أو
يخوفه فد واحد يضوج من عنده. فهذا لماذا؟ لأنه أدرك ويدرك هذه المعاني. في هذه أيضا نلاحظ بأن الإنسان يشاركه الحيوان، وأيضا الإنسان ليس مقدم على بهذه الإدراك. زين، هسه صار عندنا كم مرتبة؟ صار 3: الإدراك الحسي، والإدراك الخيالي، والإدراك الوهمي. يبقى الإنسان هو متصدر وامتاز عن بقية العجماوات بأي شيء؟ بالإدراك العقلي، اللي هو بواسطة العقل، من طريق العقل، اللي هي قوة من قوى النفس الإنسانية. أثابكم الله، معذرة. زين، الإدراك العقلي ينقسم بعد هنا. الإنسان هو الذي يكون مسيطر، ينقسم إلى التصور وإلى التصديق. هذا اللي عن طريقه يكون التفكير، اللي بيناه أيضا في علم المنطق. التصور اللي هو فهم المعنى، والتصديق هو الحكم. والحكم يكون إما قطعيا، يعني كما قلنا ونقول أنه يحلف بالعباس، أو لا، يكون حكم ولكن يحتمل وجود شيء آخر معه أم لا؟ نعم يحتمل. هذا ما نعبر عنه بالظن. زين، الشك فيه تصديق؟ لا، يعني ما أدري هل هو إيه أم لا. يعني التصديق يكون حكم، وهذا الحكم إما أن يكون 100% اللي هو يقين، أو أقل من 100% إلى 51%، هذا نسميه ظن. زين، 50% شنو؟ هذا نسميه شك، وهو خارج عن التصديق كما ذكرنا في المنطق. جيد، الآن نأتي إلى تقسيمات المعرفة. شوفوا، هذه الأمور كلها التي نذكرها هي من أي شيء حتى نتعرف إلى موضوع علم المعرفة. زين، تقسيمات المعرفة. أنا عندي معرفة حضورية ومعرفة حصولية. ما هو المراد من المعرفة الحضورية؟ أن يحضر نفس المعلوم لدى العالم. شعور بالجوع، شعور بالعطش، اللي يحس به الصائم الآن في هذا الشهر الفضيل، رزقنا الله وإياكم صيامه وقيامه والفوز بنفحاته. فإذا المعرفة الحضورية هو أن يكون المعلوم أو يكون المتعرف عليه، هذا شيء يكون حاضر. أما الحصولية لا، الحصولية هي صورة الشيء. يعني مثلا أنا الآن أشاهد صورة مثلا هذه اللابتوب اللي أمامي، معرفتي به عن أي نوع من المعارف؟ معرفة حصولية. لو كان حضورا لكان اللابتوب مثلا داخل في ذهني، وهذا غير موجود. معرفتنا بالنار مثلا حصولية. معرفتي بالألم حضورية. معرفتي بالجوع حضورية. زين، معرفة، هل يمكن أن تجتمع المعرفة الحضورية والحصولية؟ نعم، عند أي شخص. مثلا عند الطبيب حينما يكون متألما، طبيب ومتألم، هو يعرف معنى الألم حصولا، ولكن جاءه الألم حضورا، فقد يجتمع وقد لا يجتمع. هذا نسميه المعرفة الحضورية والحصولية. جيد، عندي أيضا تقسيم آخر للمعرفة، هي المعرفة البديهية والنظرية. المعرفة البديهية يعني المعرفة التي لا تحتاج إلى فكر. مثلا 1 زائد 1 يساوي 2. مثلا معرفة الماء، مثلا معرفة الألوان. هذه المعارف اللي حتى الأطفال يعرفونها، الفرق بين الوجود والعدم، هاي أيضا الطفل يعرفها. لذلك نلاحظ مثلا أن الطفل حينما تكون أمه قريبة عنه فإنه لا يبكي، وحينما تكون بعيدة عنه فإنه يبكي. لماذا؟ لأنه يعرف الفرق بين الوجود والعدم، فمعرفته بها تكون معرفة ماذا؟ معرفة بديهية. زين، النظرية شنو؟ هذه التي تحتاج إلى فكر. وإذا تتذكرون في درسنا للمنطق
أين مسافة المنطق في المعرفة الحصولية النظرية؟ هذا حيز المنطق، المعرفة الحصولية اللي تحتاج إلى تفكير، والنظرية اللي تحتاج إلى تفكير. أما الحضورية لا، ما تحتاج إلى تفكير لأنه داخل. البديهية أيضا ما تحتاج إلى تفكير. فأنا أحتاج إلى المنطق في أي شيء؟ في المعرفة الحصولية والنظرية. زين. المعرفة الثالثة هي، أو التقسيم الآخر للمعرفة، المعرفة النظرية والعملية. أكو فرق بين هذه النظرية والنظرية الفوق. كيف أتعرف على الفرق؟ من خلال قسيمها. يعني لما أقول بديهية ونظرية، فالنظرية هنا في مقابل البديهية. البديهية يعني ما تحتاج تفكير، النظرية شنو؟ تحتاج إلى تفكير. زين، الثانية شنو؟ النظرية والعملية. النظرية هي اللي تكون مرتبة على أساس الفكر فقط، أما العملية شنو؟ اللي لها في ماذا؟ في الواقع، اللي لها مدخل في الواقع. هذا ما مثلا المعرفة النظرية أنه أتعرف إلى وجود هذا الكون مثلا. أما العملية لا، أنه كيف أسلك سلوكا صحيحا في هذا الكون. ففرق. لذلك المعرفة النظرية هي مثلا نستفيد منها في معرفة الرؤية الكونية. لذلك كمال الإنسان بكمال قوتيه، العقل النظري والعقل العملي. فهذا ما نسميه المعرفة النظرية والمعرفة العملية. زين. الآن التقسيم الآخر هو تقسيم المعرفة بحسب مصادرها. يعني أنا الآن أريد أن أتعرف على الواقع. هذا الواقع كيف يمكنني أن أتعرف عليه؟ لأنه أنا في أمامي واقع. يعني مثل الآن أنا جاي أنظر من النافذة، هذه النافذة التي أنظر من خلالها. فحتى تكون الصورة واضحة عندي لابد أن أستوعب جميع الصورة. إذا نظرت إلى الواقع بأمور خاصة فإني لا أرى الواقع. لذلك المشكلة عند الماديين أو عند المدرسة المادية ماذا؟ أنهم يرون الواقع بمنظار الحس والتجربة فقط. لذلك فهو لا يرى ماذا؟ لا يرى المجردات، ولا يعني الأمور المجردة لا يقتنع بها ولا يستدل عليها. نعم. الشاشة إن شاء الله واضحة عندكم جميعا؟ جيد. نعم. إذن تقسيم المعرفة بحسب مصادرها. خلينا نشوف. أنا الآن أريد أن أتكامل. زين. التكامل ماذا يقتضي؟ يقتضي معرفة الأمور التي تؤدي بي إلى التكامل. والله تبارك وتعالى مقتضى الحكمة واللطف أنه قد زودني بهذه الأمور. زين. خلينا نشوف هذه المعرفة والمصادر التي تأتيني ما هي؟ أولا المصدر الأول هو الحس كما قلنا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني الطفل أول ما يتعرف على الواقع يتعرف بواسطة حواسه، فيستخدم اللمس، يستخدم النظر، يستخدم الشم وغيرها من الأمور. فهي أول مصدر من مصادر أو أول أداة من أدوات الحس، من أدوات المعرفة. ثم بعد ذلك التجربة كيف؟ أيضا التجربة هي ليست فقط بالحواس، لأنه فرقنا بين التجربة وبين الحس. التجربة هو تكرار المشاهدة مع اختلاف ماذا؟ كما سيأتينا طبعا، كما سيأتينا في الدروس اللاحقة. التجربة هو أن أكرر المشاهدة مع تغيير الظروف حتى أعرف بأنه هذا معلول لهذا. مثل شنو؟ مثلا جربت الحديد في العراق، في الخليج،
في إيران، في أوروبا، وجدته يتمدد بالحرارة. فهنا اختلفت المواضع، فبعد ذلك أحكم أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه التجربية ستأتينا إن شاء الله. المصدر الآخر هو العقل، يعني أنا من خلال العقل. الآن من قال بأن النقيضين لا يجتمعان؟ وليش ما النقيضين يجتمعان؟ النقيضان يجتمعان، هاي مسألة عقلية. أو بعض الأمور الأخرى التي لا يمكننا معرفتها إلا من خلال العقل، هذا مصدر. الشهودية، يعني شنو الشهودية؟ يعني هاي مسألة خاصة طبعا. هاي الشهودية يعني العرفانية اللي نسميها، أو التي يكون هناك نوع من أنواع الانفتاح، بحيث الله تبارك وتعالى يفيض على بعض العباد هذه الأمور، فيصير عندهم معرفة شهودية اللي يدرسوها في العرفان النظري والعرفان العملي وغير ذلك. والآخر هو النصية عن طريق الوحي. فهذه كلها ما نسميها بأي شيء؟ بمصادر المعرفة. طبعا بعضها أدوات اللي هي الحس والتجربة، هذه أدوات. والمصدر والعقل، والمصدر هو النص. هذه كلها نعتبر بأنها هي مصادر المعرفة وأدوات المعرفة. زين، الآن لو قسمنا المعرفة بأي شيء بحسب طبيعتها. زين، يعني شنو بحسب طبيعتها؟ مرة هذه المعرفة هي فقط توصف لي شيئا ما، فقط أنا أحتاج إليها في التصور. ومرة لا، تعطيني شيء آخر، تعطيني حكم، فتكون تصديقية. فإما أن تكون تصورية أو تكون تصديقية. وهذه التصديقية كما قلنا إما ظنية أو يقينية قطعية. كيف أعرف بأنها ظنية؟ بأنه لا أحلف عليها. يعني حينما حكمت لم أحكم 100%، بل حكمت 80%، هاي نسميها ظنية. أما لو حكمت عليها 100% فهذا ما نسميه بأي. نعم، هذا ما أسميه باليقينية. إذا حكمت 100% فيقين. أما إذا لم أحكم 100% بل من 99% إلى 51%، هذا ما نسميه ظن. زين، إذا قلنا 50% هذا بعد شك، هل يكون تصديق؟ لا، ليس بتصديق. زين، التقسيم الآخر هو تقسيم المعرفة بحسب متعلقها. يعني متعلق المعرفة هل هو أمر جزئي أم أمر كلي؟ لأنه إذا كان أمر جزئي يعني تعرفت إلى هذا الشيء، فهذا يكون جزئي أو شخصي. أو تعرفت إلى بعض هذه الأمور فتكون جزئية. أما لا، في بعض الأحيان تكون هذه المعرفة هي معرفة كلية، بحيث تعطيني حكم عام، وهذا الحكم العام يؤثر في معرفتي. بأنه مثلا أن الحكم العقلي دائما هو مقدم. لماذا؟ باعتبار أنه ناتج من أسس عقلية غير قابلة للكذب. أما بعض الأمور التي من خلالها من خلال النص يمكن أن تأتي، قد تكون فيها ماذا؟ ظهور. والظهور يمكن أن يؤول إلى شيء آخر. مثلا عندنا بأنه عندي قاعدة كلية أن الله ليس بجسم، هذه قاعدة كلية. زين، إذا إجاني نص قطعي بأن الله له جسم، ماذا أصنع؟ قل هنا لابد أن تؤول هذا النص إلى أي شيء بتأويل يتوافق مع العقل. مثل يد الله، قل يد الله يعني قدرة الله. لا، لأن الله تبارك وتعالى لا
يوجد عنده يد، حاشا لله. إذا هذا ما نسميه متعلق، ما يكون متعلق المعرفة جزئي، أمر جزئي، يعني ما عرفته، ما تعرفت إليه، هل هو جزئي أم كلي. ومرة المعرفة اعتبارية، ومرة المعرفة ماذا تكون حقيقية. ما هو الفرق بين الاعتبار والحقيقة؟ شوفوا، الاعتبار مثل شنو؟ مثل الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مثلا الله تبارك وتعالى يقول صلوا أو صوموا، أنا آمنت بهذه المسألة وصليت وصمت. زين، مرة الله تبارك وتعالى يبين لي هذا الحكم، يا ليش أنت قلنا لك صلي؟ لأنه فلان شيء. وهذا نسميه اعتبار. يعني شنو اعتبار؟ يعني إحنا وضعنا مثلا الآن في مدرسة تدبر، مدرسة تدبر أكو عندهم بعض الأمور الاعتبارية. اللي يحضر مثلا، اللي يحضر كل هذه الدورة ننطي شهادة، اللي ما يحضر ما ننطي شهادة. زين، هذا أمر حقيقي لو اعتباري؟ لا، اعتباري. زين، أنت ليش سويت؟ كيفي أنا المسؤول هنا؟ أنا أنطيت شروط، أنطيت ضوابط، اللي يلتزم بهذه الشروط بهذه الضوابط فإني سوف أعطيه هذه المكافأة. فالله تبارك وتعالى بعض الأحكام اللي ينطينا إياها هي لم يبين علتها، بل هي كلها تكون اعتبارية. مثل شنو؟ مثل القانون. الآن قانون المرور، اللي ما يلبس حزام أمان غرامة 50,000. زين، ليش 50,000؟ ليش ما تصير 70,000؟ ليش ما تصير 100,000؟ ليش ما تصير 10,000؟ هذا بعد الواضع وضع هذا القانون وقال يابا باعتبار أنه 50,000 شوي مبلغ قوي، إذا نسوي أكثر هذا راح ينأذي الناس، إذا أقل راح يتهاون الناس. فهذه مسؤول عنها من وضع هذا القانون. فالاعتبار، هذه المعرفة قد تكون اعتبارية وقد تكون لا حقيقية. حقيقية مثل شنو؟ مثل أن النار تكون دائما هي علة للحرارة. بعد هذا مو كيفي أنا أقول يا نار صيري علة، الحرارة صارت علة، لا تصيرين علة ما تصيري علة. لا، أو الجزء أقل من كله، يعني كل الشيء ماذا؟ أعظم من جزئه. هذه مسألة حقيقية. أما تلك اعتبارية، يعني بكيف نحن مثلا إذا كنا نحن الواضعين للقوانين أقول يابا اللي ما يلبس حزام أمان نعطيه 25، نتفق غرامة عليه 25,000 مثلا. فالاعتبار يمكن تغييره، أما الحقيقة لا، بعد أمره ليس بيدنا. زين، فإذا كان كذلك فإننا إن شاء الله اليوم راح يخلص أو خلصنا من درس هذا اليوم حتى لا نزاحم المشاركين الأعزاء. فوصلنا وبينا في هذا الدرس بعض الأمور الخاصة اللي هي من الرؤوس الثمانية. بينا تعريف العلم وموضوع العلم وتقسيمات العلم. زين، إذا كان هناك سؤال فتفضلوا. طبعا ملاحظة، الدرس القادم راح يكون يوم الأربعاء، يوم الأربعاء مو الثلاثاء، باعتبار أكو برنامج في المنصة فما نقدر نأخذ يوم الثلاثاء، الأربعاء. جزاكم الله خير. طبعا قد تكون بعض الأمور هي غير واضحة، لأن لحد الآن لم ندخل في أي شيء في البحث. نعم، نفس الوقت إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم، حياكم الله. لا، هو الثابت إن شاء الله هو يوم السبت والثلاثاء، ولكن السبت اليوم إن شاء الله الحمد لله والشكر تم، يبقى على يوم الثلاثاء راح يصير أربعاء. احنا نبلغ إن شاء الله، لأن أيضا السبت القادم هم راح يصير عندنا فد مناسبة، فراح يصير يوم الأحد. فالمهم الدرس القادم راح يكون يوم الأربعاء. نعم،